ها وايه كمان؟ ولا حاجة يا بابا، كده وبس. طب وبس ليه؟ مالكش نفس كمان تركب عربية؟ والله يا بابا مش وقته، بعدين يمكن. وليه مش وقته يا اخي؟ وليه بعدين؟ ما تخليك صريح في طلباتك. هو انت لا سمح الله بتطلب من حد غريب؟ ده انا ابوك يا سي حسن، واذا كنتش تطلب مني بعين وجباير يبقى هتطلب من مين بقى؟ والله يا بابا ده الكلام اللي احنا بنقوله. انتوا مين؟ لا يعني انا وثروت وجمالات وماما. يعني كلكم؟ ايوه يا بابا كلنا. والست والدتك كمان متفقه معاكم يعني بالصلاه على النبي كده بقيت الكوبانيه. الله الله، ليه بقى الكلام ده يا بابا؟ هو احنا لا سمح الله متفقين عليك في حاجه بطاله؟ ولا تتفقوا يا اخي، وانا يهمني اللي يتفق على حاجه يكون يقدر عليها، تكون في ايده، لكن في جيب غيره يا اخي هو تبقى نجوم السما قرب له. الله، احنا مش خلاص اتفقنا يا بابا ولا هنرجع تاني في كلامنا؟ اتفقنا على ايه يا شاطر؟ على ان حضرتك هتدفع لي المهر وتديني 600 جنيه في ايدي عشان اتجوز سميره. يعني كلهم كده يطلعوا كام؟ 600 جنيه بس يا بابا. بس؟ ايوه يا بابا. وليه بس يا اخي؟ ما تخليهم 700 يا واد. اما انت عليك جبله. الله، لزومه ايه الكلام ده بس يا بابا؟ لزومه انك بجح، عينك جامده، قليل الحياه. يا بابا انا ما غلطتش في حضرتك وبتكلم معاك بكل ادب. ادب؟ انه ادب ده يا شاطر؟ بقى بسلامتك جاي تاكل عقلي وتدحلب لي علشان تلهف مني 600 جنيه ومش عايزني اقول لك قليل الحياه؟ يا اخي ده انت 600 قليل حياه وقليل تربيه كمان. الله يسامحك يا بابا. طب يا اخويا الله يسامحني، عايز حاجه تاني بقى؟ لا يا بابا، هقول لك ايه تاني؟ طب اتفضل يا اخويا وريني عرض كتافك. طب يا بابا. مع السلامه. مع السلامه يا اخويا، انا راجل صاحب عايه، مانيش حمل المناهده دي كلها. سيبوني في حالي بقى، خلوني ارتاح. طب الله. طيب تصبح على خير. خير يا سيدي، مع السلامه. 600 جنيه قال؟ ده اتجنن في عقله الواد ولا ايه؟ 600 جنيه فلوس؟ والله عال بيطلب مني انا فلوس. ليه؟ عشان ايه؟ بمناسبة ايه؟ عشان يتجوز قال. طب وانا مالي يا اخوي؟ ما يتجوز ولا يتطلق، انا شغلي ايه في كده؟ خلفة اخر زمن. انت لسه صاحي يا عماد؟ عماد ده هديه يا راجل، مال بلا امور تمثيل بقى. انت لحقت تنام يا راجل؟ ده الواد لسه يا دوبك طالع من عندك. انت هترد عليا ولا لا؟ دي بقى يا ستي نمت. ايه غريبه يعني؟ مش عايزاني انام كمان يا ست عدلات؟ بقى عاجبك كده الواد من ساعه ما طلع من عندك وهو نازل عياط؟ ما يعيط يا ستي ولا يتفلق، وانا ايش دخلني في كده؟ ايه ما هو انت السبب يا اخي. نعم قلت ايه حضرتك؟ برضو انا السبب؟ كل حاجه انا السبب. امال يعني ايه؟ حد في الدنيا يعمل كده؟ ده احنا ما صدقنا عطرنا له على عروسه بنت حلال ومؤدبه، تقوم تيجي انت تخلى بينا كده وتضيعها عليه؟ غريبه والله. ايه هي اللي غريبه؟ ليه المنطق بتاعكوا كده؟ عطرتوا عليه فين؟ مين في الدنيا قال كده؟ كل الناس على هذه الحال. يا سلام، تسمحي تقولي لي حضرتك مين بسلامته اللي قال هيتجوز؟ حسن ابنك. يعني مش انا؟ لا مش انت. يبقى خلاص. ايه هو اللي خلاص؟ اللي هيتجوز هو اللي يدفع الثمن. وانت ما تدفعلوش ليه؟ هو انا اللي هتجوزها؟ ادفع ثمن حاجه ما تخصنيش؟ فاكهه مش هاكلها، ادفع فيها قرش ليه؟ بقى هو حسن مش ابنك؟ هو انا بنكر؟ ابني ونص. واللي يعيبه مش يعيبك؟ مين اللي قال كده؟ كل الناس بتقول كده. الناس. طب وانا مالي بقى؟ ما يقولوا الناس زي ما هم عايزين. هي الناس بتصرف عليا؟ لما اموت من الجوع هتبقى الناس تاكلني؟ لما اعيا الدكتور هيعالجني بلاش؟ الاجزاجي هيديني الدواء من غير فلوس؟ الجزار هيبعت لي خروف لوجه الله؟ هو ايه الكلام ده اللي ملوش لزوم؟ ايش دخل الدكتور والجزار والبقال في اللي احنا بنقوله؟ ما هم دول الناس اللي حضرتك بتقولي عليهم. دول الناس اللي بيخترعوا الاصول واللي مش اصول، واللي عيب واللي مش عيب، وبعدين احنا لازم نسمع كلامهم ونمشي عليه. زي الناس ما بتعمل لازم نعمل، وان ما عملتش تبقى مش اصول. خلاص يا ستي مش اصول. في حاجة تانية؟ يا راجل والله ده حرام عليك. ابنك البكري
تكسر نفسه بالشكل ده علشان 600 جنيه وانت عندك الميات متلتلة على بعضيها في الخزنة؟ ايوه يا اختي، قري عليهم قري، عندك الميات متلتلة في الخزنة. ايه هو انا سارقهم؟ لاقيهم في الشارع، مش وارثهم. والله اللي ما ورثوش احسن منك. احسن مني ليه بقى؟ اهم اقل اسمهم ما عندهمش، انما يبقى عندك ومستمود بالشكل ده. يا اخي والله ده الفقراء متمتعين عننا. يا ستي يتمتعوا، هو انا حايشهم؟ ايه يعني احنا ملناش نفس؟ هو درس في الفلسفة، فلقت دماغي من الصبح في كلام فارغ. هي كلمة ونص. انت عايزة ايه؟ تدفع لابنك ال600 جنيه قبل العروسة ما تطير من ايده وبعدين ما يعوضهاش. وما يعوضهاش ليه يا اخت؟ لانها بتحبه وهو بيحبها. حب؟ والله يا عال. طب ما دام بيحبها وهي اخرى بتحبه، ما يتجوزوا بعض يا اخي. يا دي الليلة اللي مش فايتة، هما يا راجل هيتجوزوا بعض كده قرداحي من غير فلوس؟ وايه المانع؟ والله اسأل روحك. سائلها وعارف الرد. يا راجل نشفت ريقي، حرام عليك. ما هو لو كنت فقير ما تحتكمش على حاجة كنا قلنا معلش، لكن تبقى الفلوس تحت ايدك بالكوم وتبخل على ابنك بالشكل ده. ابخل؟ انا دلوقتي ببخل؟ امال ايه يا شيخ؟ انا مش ممانع، انما بس الطلب يبقى في حدود المعقول، مش 600 جنيه. 600 جنيه يا عالم. بلاش ال600 دي اللي مش عاجباك. ها تحب تدفع له كام؟ اهو كده الكلام، ها؟ مش العبارة قافش. ايه هو انتوا دايما كده طلباتكم بالعصاية والسكينة؟ يا سيدي لا عصاية ولا سكينة ولا دبشة، اللي يطلع من ذمتك كام؟ ايوه هو كده التفاهم. كام؟ خلصني. ليه دي ما تطولي بالك عليا؟ امال انت مالك كده؟ مش مدياني فرصة اخد نفسي. اللهم طولك يا روح. اتفضل يا سيدي ارتاح على مهلك وخد نفسك زي ما انت عايز. ها نيتك سمحت بكام؟ خلاص يا ستي زي بعضه، ولو اني يعني مش مقتنع بالجوازة دي، انما زي بعضه. ها اديله يا ستي 20 جنيه. ايه مالك؟ حاجة قرصتك؟ روح يا شيخ، ربنا يجازيك، ربنا ما يحوجنا ليك ولا لفلوسك. طيب يا ست الله يسامحك. ايه تسمحوا بقى؟ تسمحوا تسيبوني انام؟ ما حدش يجي تاني يقلقني يا عم. لا حد جاي لك ولا حد فاتح باب اوضتك. اعوذ بالله. الجواز قال الحب. ما تزعلش يا حسن، وايه يعني؟ انا اذا كان عليا استناك بدل الشهر سنة وبدل السنة 10، وانت اعتمد على نفسك، وانا من ناحية وانت من ناحية، وبلاش حكاية والدك دي. بس يا سميرة لو كان فقير، لو كان محلتوش، ما كانش يهمني. ده عنده الفلوس بالكوم. وبيعمل بيهم ايه؟ ولا حاجة، اهو قافل عليهم في الخزنة، ما بيشممهمش الهوا حتى. إلهي يا شيخ هيرزقه بفار يكون ابن حلال ويخلص له عليهم. يا خبر، للدرجة دي يا حسن بتحقد على ثروة أبوك؟ ثروة؟ ثروة إيه دي بقى يا ست سميرة؟ هي الفلوس بالشكل ده تبقى ثروة؟ دي عصاية المقش أفيد منها. على الأقل أهو الواحد ممكن يتعكز عليها يضرب بيها، مش مال كده مكون في الخزنة من غير فايدة. طيب مش يمكن والدك له فكرة في كده يا حسن؟ يا فندم، فكرة إيه بقى اللي هتكون عنده يا ست سميرة؟ لا يعني قصدي يكون شايلهم لوقت عوزة. وقت عوزة؟ ويعني الوقت اللي احنا فيه دلوقتي مش وقت عوزة؟ لا انت بتقول ان الجواز في رأيه مش ظرف قهر. ايه يعني بقى الواحد لازم يعيا ولا يموت عشان حضرته يفتح الخزنة وينعم عليه ب5 جنيه ولا 7؟ على العموم انا مش من رأيي انك تعتمد عليه يا حسن. صحيح انك لسه متخرج جديد وما عندكش المبلغ اللي يكفي للجواز ومصاريفه، لكن احنا برضو نقدر بقدر الامكان نختصر في تكاليفنا. يا ستي هنختصر ازاي بس؟ ما احنا على يدك حاسبينها بالمليم والنكل. لا برضو يا حسن، احنا عملنا حساب حاجات كتير ممكن اننا نستغنى عنها. زي ايه كده يا ستي؟ ايدي على كتف. خد عندك مثلا حكاية الفرح والحفلة والشربات والملبس والمغنى كل دي حاجات بلاش منها. بلاش منها ازاي بقى؟ ايه هنتجوز كده على السكتة؟ وماله يا اخي؟ وماله ازاي؟ يعني اصحابي وقرايبي وقرايبك والناس اللي تعرفنا دي كلها مش لازم نعزمهم في ليلة فرحنا؟ ايوه ممكن نعزمهم، لكن مش معنى كده اننا نورط نفسنا في المصاريف والتكاليف اللي كنا متفقين عليها. نقدر نكتفي باننا نقدم لهم كوباية شربات، وكان الله يحب المحسنين. محسنين ايه بقى؟ ده احنا في الحالة دي نبقى قرصانين ميتين على الدنيا. يا سيدي على رأي المثل، الجودة من الموجود، ومدام العين بصيرة والايد قصيرة. ايوه يبقى نستموت بقى ونكسف نفسنا قدام اللي يسوى واللي ما يسواش.
والله يا ستي انا افضل اننا نكتب الكتاب عند المأذون عن اننا نعمل كده. ايه فرح سكيتي لا حته جاتوه ولا لقمه ولا حد يرقص ولا حتى حد يزعق يقول يا ليل. يا سيدي ولا تزعل نفسك، انا هجيب لك البيك اب وادور لهم اسطوانات تفضل تقول يا ليل ويا عين لما المعازيم يهجوا ويسيبوا الفرح. طيب وبالشكل ده يعني هنختصر قد ايه من المصاريف؟ مش اقل من 60-70 جنيه. برضه ما يعملوش حاجه. لا ما هو 50 من هنا و10 من هنا و5 من هناك، هتلاقي ان المطلوب مننا انخفض للنص. طب وليه بس التعب والارباطه دي كلها؟ مش كان اسهل واكرم لنا انه يدينا القرشين دول في ايدينا؟ هترجع تاني يا حسن؟ ما هو شوف، طول ما انت معتمد على مساعدة والدك ومتصور انك مش ممكن هتعمل بيت من غير فلوسه مفيش فايدة. معلش، على العموم انا برضه هتصرف. ما هو مش ممكن، مش معقول. ايه يعني هنرجع نطلب منه تاني بعد اللي عمله؟ لا انا هعرف ازاي اخد منه الفلوس. ايه هتسرقهم ولا ايه؟ لا 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 لا، انا ليا طرق تانية، انا اعرف ازاي اتصرف. شوفي مين يا بت يا جمالات. حاضر يا بابا. مين يا بت؟ ده المعلم عاشور والقسطى معوض عاوزينك يا بابا. عاشور ايه ومعوض ايه اللي جايين يقرفوني على الصبح؟ ايه نهايته؟ خليهم يدخلوا يا بت. اتفضلوا اتفضلوا. كتر خيرك يا ست جمالات. اتفضل يا اسطى معوض. اتفضل. ايوه انا حاسبه لك انت تكلمه الاول. وش معنى يعني؟ الله ما انت عارفنا يا معلم، انا راجل عصبي وشراني، وكلمه مني وكلمه منه هتلاقيني قايم طابق في زمارة رقبته على طول. يا سلام. يعني انا اللي بارد. طيب يمين بالله انا ما تطلع زرابينا عليه لكن مسح به الارض. لا 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 يا معلم عاشور، المسألة لازمها شوية سياسة. ها يعني ايه؟ يعني احنا اتنين، واحد يشد واحد يرخي، واحد يكيل له والتاني ايه؟ مش شغلي. انا شخصيا هكيل له. شوف لك صرفه انت بقى. خلاص يا معلم ماشي كلامك، كيل له يا معلم. اهلا 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 وسهلا. اهلا بيك يا اخويا. نعم. نعم الله عليك يا عم عماد، اهلا وسهلا. هي صورة ما تتكلم دغري يا فندم. ما تقول له يا معلم عاشور. يعني هي شغلة. اسمع بقى يا ابو حسن. ايوه يا عاشور. بقى الشهر ده احنا دخلنا المية والنور للدكان زي ما انت عارف. اديني عارف. والمية والنور لما دخلناهم الدكان اتكلفوا علينا فوق 20 جنيه. مش كتير والله. وبلطنا الدكان ورممنا الدكان وبيضنا الدكان زي ما انت عارف. عارف يا اخويا. لا طيب لما انت عارف امال مالك ملحوق على الاجره ليه؟ يا اخي الدنيا طارت. الله ايه الجراب المصوجر اللي انت بعته لنا ده؟ ما تقراه يا اخي ولا تخلي حد يقراه لك وانت تعرف ايه هو. قريته واتقرا لي بدل المره 10 وعارف اللي فيه من قبل ما افتحه. جدع. وطيب لما انت عارف اللي فيه من قبل ما تفتحه ما دفعتش الاجره ليه؟ ووفرت على نفسك الكلام والحديث ووفرت عليا انا اخر 5.5 بتوع الباص. يا عم ابو حسن يا عم ابو حسن، اصول التفاهم مش كده. الله لازم تاخد وتدي برضه ونتراضى بالاصول. اسمع يا راجل انت، انا لا عايز منك اصول ولا فصول، انت تقعد ساكت وتسيب عاشور يكلمني، مش هلاحق على 10. لو ماله يا عم ابو حسن، حقك على راسي من فوق. وماله، انا غلطان لك يا عم، انا غلطان لك يا عم ابو حسن. ده ايه اخويا ده؟ ما خلاص بقى. معوض. ايوه يا معلم. اجمد شويه بلاش العواقه. اكتر من كده يا معلم ما يستحملنيش. وعايز ايه بقى يا سي عاشور؟ ما هو شوف اما اقول لك، انا مش جاي استجدى منك، انا جاي اطلب حقي زي ما انت عارف وزي ما انت بعت لي جواب تطلب حقك. حقك؟ انت ليك عندي ايه؟ الدكان مش عندك؟ امال يعني خدتها على كتفي وجريت؟ ما هي تحت اهي على ربعتها. خلاص يبقى تديني الاجره وانت تديني مصاريف الترميم والبياض. ايه يعني حضرتك رايح ترمم وتبيض وتدهن دكانتك احمر واخضر وانا ايه ذنبي؟ ما هو شوف يا ابو حسن، انا ما قلتلكش ادفع مصاريف الميه والنور، انما الترميم لازم تدفعه. وما دفعتوش يعني ما اديكش اجره بقى كده والنص كمان. الله. والترميمات دي بقى كده تطلع لها كام ان شاء الله؟
13 جنيه ونص. و4 ساغ. بلاش الفكه يا معود، خليها عليا انا بزياده شويه. يا سلام، وجاي على روحك كده ليه يا اخي؟ ما تخليها عليا رخرة بالمرة. الله 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 الله، احنا هنتريق ولا ايه يا ابو حسن؟ هو انا يا اخي بفتري عليك؟ ما تقوم نتمشى لحد الدكان تحت تشوف البياض كان واقع ازاي. يا راجل يا راجل، والله دي الدكانه كانت هتاخد الشقه بتاعتكم وتنزل. بس يا راجل انت ما تفولش على البيت بألفاظك اللي تنحس دي. اسكت انت يا معود. حاضر سكت. استغفر الله العظيم. يعني لازم يا عاشور ندخل مع بعض في محاكم وقضايا ومحاميين ونغرم جنب الجنيه جنيه واتنين وتلاتة وعشرة، والايد اللي تقطعها المحكمة ما توجع. يا ساتر يا رب يا ساتر. طب اسمع يا عاشور، قول. انا اسيب لك من الاجرة 3 جنيه ونص. ايه؟ وانت بقى تتحمل الباقي يا اخي. والله العظيم ده انا كنت اجيب الاسطى سيد يرممها بالاسمنت والرمل ويرشها بالجير كمان ب30 ساعة. يا سلام، 30 قرش يا اخي، والله ده لما يكون هيرشها بالمية تتكلف ازيد من 30 قرش. الغرض ها، سلام عليكم. الله 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 الله، وده اسمه كلام ده يا عاشور؟ ايه هتقعد تعيد وتزيد ونسيب اشغالنا واكل عيشنا؟ الله ما تتفاهم معاهم مال يا معلم عاشور. ما هو مش عايز يتفاهم اصلا معود. الله يا سيدي الراجل برضه مننا وعلينا، وهو ملوش بركه الا احنا. يا اخي الراجل ده مش عارف ليه كلامه ما بيجيش على معدتي. ملوش بركة الا احنا، ملناش بركة الا هو. ايه يا اخويا الكلام ده؟ يو بقى، يعني لا عاجبين البايع ولا الشاري. خلاص يا سيدي، يلا معلم عاشور مشي شغلك انت مع المحامي واعملها قضيه. يا راجل انت، يا راجل يا اللي اسمك معوض. انا قلت لك 50 مرة اسكت وسيبنا نتفاهم. ليه ما تقعدوا معانا يا معلم عاشور؟ انا مستريح كده. طب يعني مش نتفاهم برضو بالذوق يا اخي؟ نتفاهم على ايه يا اخي؟ اذا كنت انت ما شفتش الدكان بقت شكلها ايه؟ انت قاعد هنا لا بتنزل ولا بتطلع ولا شفت الدكان ولا شفت اللي جرى فيها. مش تنزل معايا اوريك اللي اتعمل فيها والمصاريف اللي اتكلفتها؟ طيب يا سيدي انزل معاك يا عاشور، انزل عشان خاطرك، برضو واجب عشان يبقى الكلام على نور. ايوه كده، عليك نور. عملت اللي اتفقنا عليه يا حسن؟ كله تمام يا ماما. بس ادخل نام في السرير زي ما كنت ولا كأن حاجة حصلت. عيب يا ماما. الله. جمالات، اوعي تجيبي سيرة لابوكي. انا ما صدقت. هو كان حد يصدق ان بابا هيسيب الأوضة وينزل تحت؟ الله يستر المعلم عاشور، هو اللي خلاه يتعتع من اوضته بعد 3 سنين. ماما ايه يا حسن؟ ايه على المطبخ. ايه ابوك رجع؟ على السلم. ايه يا سلام، يوم الخميس الجاي اكون قاعد في الكوشة مع سميرة. الف مبروك يا سي حسن. متشكر قوي يا اخويا، الله يبارك فيك يا ابو علي. الله يبارك فيك وعقبال الانجال. مبروك يا عروسه. متشكرة قوي، عقبال مدحت وفيفي. خلي بالك يا سميرة، بابا وصل. طيب. مبروك يا ولاد. الله يبارك فيك يا عمي. متشكر قوي يا بابا، متشكر. انما قول لي يا اخويا، ايوه يا بابا. ايه المصاريف دي كلها؟ دي حاجة تتكلف لها ولا 200 جنيه؟ 200؟ لا ابدا يا بابا ابدا. ده كله ما تكلفش 50 جنيه. ايه؟ اصل عم ابو سميرة باع فدان من ارضه وصمم انه يعمل فرح يليق بمقام العيلة. ياه، فدان. لا ده راجل مخلوق في عقله صحيح. نهايته ربنا يتمم بخير يا ولاد. متشكر قوي يا بابا، متشكر. يعني يا عدلات. ايوه يا عماد. ايه عايز حاجة؟ هاتيلي كوباية مية عشان اخد الدواء. حاضر. يعني بقى كده
يركب على نفسي وبعدين اموت واسيب الثروة الكبيرة دي كلها للولاد يفرتكوا فيها. لو اقدر اشم نفسي واقوم على رجليا كنت اتصرف في الفلوس دي كلها على داير مليين اتمتع بيها، ما خليهاش لحد غيري يتمتع بيها. المية يا عماد. ايوه هاتي. واقفة ليه؟ مستنية لما اموت يعني؟ مش هموت بالعند فيكم، مش هموت. مش هتتمتعوا بفلوسي، هقوم هخف هصرفها هتمتع بيها. يا اخي انت حد قال لك انه عايز منك فلوس؟ احنا الحمد لله ربنا مالي عينينا، مش محتاجين لفلوسك. ايه مش محتاجين ده كلام. انتوا مستنيين اللحظة اللي اخلص فيها علشان تنبسطوا، عشان تتبحبحوا. لكن لا، ده بعدكم. انا قاعد على قلبكم راكب على نفسكم. مش حطوله مليون واحد من فلوسي. يا سيدي ربنا يشفيك ويحييك 100 سنة. 100 سنة بس. انا هعيش 200 300 1000 هصرف فلوسي على حياة عيني، هتمتع بيها، هتجوز واحدة تانية بنت صغيرة مقطقطة، هصرف عليها، هفسحها، هصرف كل مليم. وده بينه اتجنن. عن اذنك معاكي، مع السلامة. ايه عايزين ياخدوا فلوسي؟ عايزين يتمتعوا بيهم؟ ليه؟ هي فلوسي ولا فلوسهم؟ انا هقوم هاخد الفلوس كلها. بعد الشر عنك يا بابا. الشر بعيد قوي يا اخويا، بعيد قوي. في حاجة تانية؟ وايه اللي انت عامله ده يا خبر؟ انت حرقت ايه يا راجل؟ حرقت ايه؟ ايه السياب ده؟ حرقت ايه؟ حرقت حاجة بتاعتك؟ حرقت فلوسي. فلوسك انا. فلوسك؟ أيوه. حرقتها؟ ايوه فلوسي كلها خلاص راحت، الخزنة كلها اتحرقت. عندك مانع؟ ليه كده يا راجل؟ حرام عليك. حرام؟ مش احسن ما تتمتعوا بيها؟ فلوسي وحرقتها، حد له حاجة عندي؟ خلاص يا ماما خلاص، مالكيش دعوة بيه. زعلان يا سي حسن؟ زعلان عشان ما اديتهم لكش تتفنجر بيهم وتعمل انا لا ابدا يا بابا، بالعكس انا مبسوط جدا ومرتاح اللي انت ارتحت. طيب يا سيدي، الله يبسطك يا اخويا. عدلات. ايوه يا عماد، عايز حاجة؟ ما معكش جنيه يا عدلات؟ جنيه؟ ليه؟ عايزه ليه؟ اصل عايز اكرر الدواء، عايز اجيب ازازة تانية، الدكتور قال لي كده. طب ما تشوف معاك انت ايه؟ ما معكش جنيه؟ هو انا كان علمي، كنت فاكر اني هعيش لدلوقتي. انا كنت فاكر نفسي هموت خلاص. يا ريتني ما حرقت فلوسي، كنت قدرت استنفع بيهم النهارده. كده اعترفت بغلطتك يا عماد؟ اديني عارفها وساكت. طب اسمع يا عماد، انا برضو مش هعاملك بعملك، انا هحكي لك. لا يا ماما اسكت انت، انا اللي هحكي له. ايه هتحكي لي يا سي حسن؟ هتشفى فيا؟ لا ابدا يا بابا، بالعكس انا هطمنك، فلوسك لسه موجودة زي ما هي، فلوسك ما اتحرقتش. ايه
ما اتحرقتش ازاي؟ ده انا حارقها بايدي. ما تسمع كلام حسن امال يا اخي. اسمع ايه اذا كنت انا مولع في الفلوس بايدي؟ يا بابا الفلوس اللي انت حرقتها ما كانتش فلوس. ايه؟ امال كانت ايه؟ كانت رزم ورق عادي جدا، انا قصيتها ولونتها زي الفلوس تمام. ها؟ يعني استعمتوني؟ بالعكس يا بابا، احنا فتحنا عينيك وانقذنا ثروتك اللي كنت مذنبها في الخزنه وحارب نفسك منها. احنا جبنا لك الدواء وعالجناك وصرفنا عليك. صرفت علي من فلوسي. وحياة النبي لو كان عليك انت ما كنت صرفت مليين على دواء ولا عالجت نفسك. اصرخ كلام كتر خيركم. تسمحوا بقى تدوني بقية فلوسي؟ لا ده بعدك، فلوسك خلاص حسن فتح بيها مصنع وبقاله شهر شغال. مصنع؟ يعني صرفتوه؟ بالعكس يا بابا، بالعكس، احنا انتفعنا بيهم ونفعنا غيرنا بيهم. وانا ما كنتش مستنفع بيهم، مش كانوا ثروة؟ يا بابا الفلوس اللي كانت عندك ما كانتش ثروة، ما كانش ليها اي فايدة، كانت مجرد ورق ملون مرصوص في الخزنة، ورق ملون زي اللي انت حرقته بالظبط. استمعتم إلى حلقة في برنامج ألوان من الحب، كتبها للإذاعة ويليام باسيلي. موسى عبد الحليم ساعد في الإخراج محمد عثمان. ألوان من الحب برنامج من إخراج. أهلا بكم في قناة مسلسلات الإذاعة زمان.